يا بكار، كل سنة وانت طيب. انت طيب حضرتك. انا عارفه ان انت اسمك ابراهيم، وانت على طول في الزمالك هنا وبتعمل مشغولات يدويه جميله وحاجات حلوه. انا اول ما شفتك النهارده اصريت ان انا اسجل معاك. شكرا ليك. عايزه اعرف دي مين بقى اللي معاك دي دي؟ رشيدة، حي كده في الحضاره النوبيه، بكار ورشيدة. اه عارفاها، المسلسل بتاع بكار. المصريين كلهم عارفين. انا بقى شبيه ليهم كده. اه زي شبيه البابي وزي شبيه اللاعبين وكده يعني. اه انا شبيه بكار ورشيدة. طبعا، انا بسمع منها يقولوا لك بكار على طول. ايوه بيقولوا لي بكار، ما هو اسمي المفضل. بس كل اللي بيحبوا الاسم ده. اه انت اصلا منين؟ من نوبه اسوان. وعايش في الزمالك بقالك كتير؟ لا انا مش عايش في الزمالك، انا عايش في الجيزه. اه ما اقدرش اعيش في الزمالك. انت بتيجي هنا على طول؟ باجي على طول كل يوم. طب منزل لنا رشيدة دي كده بقى، ما نلعب معاها شوية. يلا يا رشيدة عليها. لا انا بخاف اصورها، بس ما تخليهاش تيجي عندي. اصل انا بحب مسلسل بكار ده قوي على فكرة. رشيدة رشيدة. طب انت بقى بتقول للناس ايه في رمضان؟ بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم ان شاء الله، ومش عاوز حد يزعل، كله يفرح. هتعمل ايه في رمضان؟ المشغولات اليدويه بتاعتك برضو ولا في حاجه جديده؟ بس بعد ما اعمل تصريح، اعمل تصريح الاول وبعد كده ايه اعمل بكار، كل سنه وانت طيب.